اولا نحن حبينا نعملوا حركه رمزيه نتاع وقفه بشعارات سلميه بطبيعه الحال، الكل يدخل في باب الكلام ماهوش في باب لا عنف لا حركه معناها نتاع مواجهه لا حتى شيء، ولكن البوليسيه عملوا كوردون. نحن قلنا لهم الحركه الرمزيه كانه حبينا نمشوا للداخليه لتسليم انفسنا باعتراف تام انه شاركنا في انتفاضه الشعب التونسي من 17 ل 14 جانفي. بطبيعه الحال ما خلوناش نتعدوا للداخليه، ما خلوناش نتعدوا للبيرو باش نسلموا معناها رواحنا، ما خلوناش معناها نقدموا اعترافاتنا. حبينا نقولوا للراي العام راهو هذا افتعال، هذوما الناس الكل الموجوده قدام الداخليه راهم شاركوا ورانا نتحدوا اي واحد فهمتوا معناها ينجم يوقفنا، اللي يحب يوقف معناها الزوز ملايين اللي خرجوا للشارع. سياسه الانتقام وسياسه التصفيه لا، سياسه افتعال القضايا وافتعال الملفات لا. نحن رانا مش نتحملوا مسؤوليه للاخر في الدفاع على كل شاب تونسي شارك في الثوره، اليوم يتم انتقام منه ويتم معناها من خلاله ارهاب الشباب التونسي الاخر، وارهاب معناها الجهات المحرومه، وارهاب الناس اللي مازال عندها من ملفات عالقه لتو ما تحل. قال معناها ضربوا بالقاد ومن بعد معناها فرقت الناس نتيجه الضرب بالمطراش، ولكن حتى كي تفرقت الناس معناها وخر البوليس لا، ثم سياسه نتاع ملاحقه ونتاع معناها تنكيل، واللي يحصل يتضرب. اليوم ملاك زرادي معناها في الرابطه وما حبوش يقبلوها، فمها محلول عندها معناها اكثر معناها من 8 غرز معناها لازمها تغرز في فمها، ما حبوش يقبلوها. معناها عزت بن فرج مضروب معناها ما يده مكسوره، والنوار الامين العام لاتحاد الطلبه تضرب معناها بتشفي وبانتقام. اني بيدي يضربوا فيها في القاعه وطيحوني في القاعه. بطبيعه الحال توصلت الملاحقات الى حدود شارع باريس وريد مارسي وحبيب سامر، وصلنا